حياكم الله متابعينا. اليوم نحكي لكم على هذا بعد ما جربنا احنا الروك وجربنا ابو الشجرة، هذا اللوكس فد شي حلو ومرتب. راح اشوفكم شغله. طبعا انا سبقته هنا برشيته، شوف النظافة والنعومة والملمس، فد شي كلش راقي. طبعا هنا استخدمت بنزين محسن وطلع بهالنتيجة الحلوة. طبعا راح نشوف القطع الباقية، هاي القطع الباقية هنا عندنا، يعني شغله فد شي. حتى هنا الميز تواليت، الرجل الفد شي، شغله حلو ومرتب ونظيف والملمس ناعم. شوف حتى الرجل شلون النظافة، شلون ترتيب حلو. طبعا شغله راقي وفد شي كلش مميز وحلو بهذا الخط اللي احنا جربناها. طبعا استخدمت بنزين محسن، صح اغلى لكن يطلع لك شغل اسرع، لان يباسه يصير جفافه اسرع وشغله احلى. كل شيء بالتلميع ويخص الاصباغ ويخص النجاره، انا دا احاول افكار جديده اللي طوركم دا اقدمها لكم، طبعا حسب مجالي زين. بس ادري بيكم تدورون على شغلات تخلصون من هاي الدوخه معد. لكن نصيحه عندي صغيره، دائما من الجو مرطب، خاصه هاي الايام ببغداد الجو من المرطب وممطر، نصيحه لا تصبغ، حتى اترك طريقات القديمه. حتى الحمي قام بعد ما يفيد. ليش؟ لان المواد جاي تتغير، اكو مواد تساعد، لان اهم شيء عندك دفو، بس اذا بقى الرطوبه قويه فما راح تفيدك بشيء. خلي مصحيه حتى ما تصرف مواد عندك ويطلع لك شغل حلو ومرتب. فالخطة مال بنزين انا استخدمت محسن، قوطية هاي تفرغها وبقدة بنزين، هاي الخبط وتتلابس، تصبر عليها شوية تمام، وبعدين تجي تلابسها لحد النهاية. بنزين انا استخدمت محسن، تريد عادي عادي استخدم عادي، بس محسن افضل عليك بهالشغل المضبوط. فأتمنى نفيدكم بهالمعلومة، والله شو الطريقات انتم تعرفوها، لكن دا اشوفكم الشغل والترتيب الحلو، ولا تنسون ان تترحمون الوالدية.